خلينا نكون متفقين ان اجهزه الهاند هيلد بتقدم تجربه ممتازه، ولكن التجربه دي ممكن ما تكونش كافيه، لان مع تطور الجيمز والبرامج هتحتاج قوه اداء عشان تعرف تعتمد عليها بشكل كامل. عشان كده انا كنت منتظر حاجه تخليني اقدر استخدم كروت الجرافيك القويه مع الاجهزه دي، وفعلا شركه اويستار عملت الجي بي يو داك ده، واللي بيخليك تركب كل كروت الجرافيك الموجوده حاليا على اجهزه الهاند هيلد والميني بي سيز وحتى اللابتوبس. اهلا بيكم. عايز اقول في الاول ان الفيديو ده مش اعلان، وكل حاجه انا اشتريتها عشان اعمل لك عليها مراجعه، فتقدر تقرر ايه المناسب ليك. فاشترك في القناه وخلينا نبتدي. خلينا نشوف في الاول محتويات الصندوق ايه. مبدئيا كده هتلاقي الكيو ار كود ده عشان تقدر توصل للشركه عن طريق الواتساب عشان تاخد السبورت، وهنا اللي هو الريفيو بتاعها، وكمان الانستراكشر او المانيوالز اللي بتعرفك ازاي تستخدم الدوك نفسه، وكمان تنبيه عشان يقول لك ان انت لازم تخلي الكابل نفسه المتوصل من الجي بي يو للدوك نفسه لازم يكون ستريت، مفيش فيه اي التواءات. وهنا هنلاقي الدوك نفسه طبعا 800 واط، فاكيد ليه حجمه، واكيد كمان ليه الوزن بتاعه. هنلاقي الباور، وهنا الفان كولر، وهنا اللوجو بتاع اويستار، وهنا اليو اس بي 4، وهنا الاوكيولينك، واكيد طبعا هنا الباور. هنا نلاقي الاكزوست والويل ده عشان تعمل ادجاست وتثبت الكارت الجرافيك بتاعك، وطبعا اللوك بتاع كارت الجرافيك ده. وهنا كمان في فيتس عاليه شويه عشان ترفع الداك نفسه عن الارض، فالاير فلو او الهواء يقدر ان هو يوصل لكل مكان. وهنا اخر حاجه الكابلات نفسها، والميزه هنا انه عامل لك انكلود لكل الكابلات. هنا هتلاقي الكابل بتاعها من تايب سي تو تايب سي اللي هو بيدعم اليو اس بي 4 اللي هي 40 جيجا بت في السكند، وبيستحمل لحد 240 واط. كابل مش طويل قوي، قصير، ودي ميزه كمان كويسه عشان الداتا ترانسفير. كمان هنا كابلات الجي بي يو نفسه، وهنا كابل الباور نفسه، وكمان جايب الاوكيولينك اللي بحجمه ممتاز جدا، وده كمان هيساعد اكتر في الداتا ترانسفير. كل ما يكون اقصر كل ما يكون احسن في الحاله دي. وده شكل الدوك ستيشن مع الجي بي يو. لما بتركبه هنا بالشكل ده زي ما بتركب اي كارت جرافيك، وبتركب البي سي اي اي كيبل ليه، وطبعا تقدر ان انت تركب اكتر من بي سي اي اي على حسب نوع الكارت الجرافيك بتاعك، وكمان بتقدر تثبته بالسكرول ويل دي عشان ما يتحركش منك. وهنا انا مستخدم كارت جرافيك من الفئه المتوسطه، ولكن عشان في هنا 800 واط تقدر ان انت تركب عليه كروت جرافيك بتوصل لحد ال 50 80، فدي ميزه كويسه جدا وما كانتش موجوده في الاصدارات اللي قبل كده. وكمان الاصدارات اللي قبل كده ما كانش موجود فيها اليو اس بي 4، ودلوقتي ضافوا اليو اس بي 4 بالاضافه للاوكيولينك. فكره ان يكون عندك جي بي يو وباور سبلاي متنقل زي ده ميزه حلوه قوي، ولكن فيها شويه سلبيات. طبعا اول سلبيه هي الحجم بتاعه، لان الحجم نفسه يعتبر كبير جدا، ويمكن انا بستخدم كارت جرافيك حجمه صغير، ولكن يمكن انت عندك كارت جرافيك اكبر في الحجم، فممكن يكون كمان الحجم اكبر واتقل كمان. زائد كمان انه عشان فيه باور سبلاي 800 واط، فالدوك نفسه حجمه ووزنه عالي قوي. وبالنسبه للحراره، الهيت نفسه لو انت في مكان درجه حرارته كويسه، فالهيت ديسيبيشن او التبريد بتاع المراوح نفسها الموجوده هنا هتكون كافيه لتبريد الباور سبلاي، بالاضافه طبعا للمراوح اللي بتبرد الجي بي يو نفسه. بس الحجم ده لو فعلا مزعج ليك، ممكن انت تاخد حاجه زي ال1 اكس جي بي يو ده. ال1 اكس جي بي يو ده بيجي بحجم صغير، وفيه ميزه مش موجوده في الجي بي يوز اللي زي كده. بيدعم طبعا الاوكيولينك واليو اس بي 4، وبيدعم 2 اتش دي ام اي و2 ديسبلاي بورت نفس الموجود هنا، ولكن هنا ضايف كمان لان كونكشن، وكمان 2 يو اس بي، زائد كمان ان في ال اي دي لايتس موجوده هنا. ولكن الميزه الاهم هنا انك تقدر تضيف ليه اس اس دي كارد، وتقدر تاكسسه عن طريق الماجنت بليتس دي بطريقه سهله جدا، على عكس السيت اب ده ما تقدرش ان انت تدخل عليه اس اس دي كارد. فانت هتقدر تستفاد هنا من الاستورج الاضافيه، ويمكن مش هتلاقي فرق كبير ما بين الاداء هنا في ال 4060 والجي بي يو الموجود هنا اللي هو 7600 ام اكس تي من اي ام دي، ولكن هنا انت مش هتقدر تعمل ابجريد للجي بي يو الموجود هنا. ولكن هنا في الاوستار الميزه ان انت تقدر تضيف اي جي بي يو لحد ال 50 80 او ما يعادله من الاي ام دي جي بي يو، فعلى حسب احتياجك تقدر ان انت تقرر ايه اكتر واحد من دول هيكون مناسب ليك. طبعا انت هتقدر تستخدم سواء ال1 اكس جي بي يو او الاويستار دوك ستيشن مع الجي بي يو مع الليجن جو، وده اللي هنشوفه بعد شويه. ولكن انت كمان هتقدر تستخدمه مع ميني بي سي زي الميني بي سي ده، اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. ولكن ده الميني سفورم اليت ميني، من اقوى الميني بي سيز الموجوده، اللي بتيجي فيها كل البورتات اللي انت عايزها، وكمان بيدعم اليو اس بي 4
وكمان الاوكلينك بورت، فانت تقدر تاخد القوه بتاعه الاوكلينك بالاضافه لليو اس بي 4 لو انت عايز تستخدمه. ولو ما فيش عندك ميني بي سي او هاند هيلد تقدر تستخدم اللابتوب بتاعك زي اللابتوب ده اللي من ديل، واللي الامكانيات بتاعته ضعيفه جدا واللي مخصص للبيزنس اكتر من ان هو للجيمنج، لان الجي بي يو الداخلي بتاعه مش مخصص للجيمنج خالص، ولكن عشان بيدعم هنا اليو اس بي 4 تقدر توصل عليه سواء ال1 اكس جي بي يو او الاي ستار مع الجي بي يو بتاعك، وتقدر تنزل التعريفات بتاعه كارت الجرافيك وهيشتغل معاك بشكل طبيعي جدا. خلينا في الاول نجربه مع اللينوفو ليجن جو. هنركب الكابل هنا في الجي بي يو ونتاكد ان احنا موصلينه بالباور، ومجرد ما انت تركبه هتلاقيه اشتغل وشغل الجي بي يو كمان. ولما توصله بالليجن جو لازم تنزل الاول النفيديا ابلكيشن الموجود على نفيديا ويب سايت، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، هتنزله وبعد كده هتعمل سيت اب للدرايفر نفسه. ويمكن انا قابلتني مشكله وانا بعمل سيت اب للدرايفر عليه، ولكن في سكريبت هسيب لكم اللينك بتاعه برده في الديسكربشن عشان لو قابلك المشكله دي تقدر تنزل السكريبت ده وهيشتغل معاك بشكل طبيعي جدا. ودلوقتي انا عملت انستول للابلكيشن نفسه واتعرف على الجيمز الموجوده كلها عندي على الجهاز عشان اقدر ان انا اشغلها من هنا، واشوف كمان السيتنجز بتاعتها الموجوده على النفيديا واقدر ان انا اعدل فيها. ولو رحنا هنا للتاسك مانجر هنلاقي موجود هنا الاثنين جي بي يو، الجي بي يو طبعا بتاع الاي ام دي بس ده طبعا هيكون السكندري، ولكن اللي هيشتغل مع الجهاز دلوقتي هو الار تي اكس 4060 وده اللي هيشتغل بدل كارت الجرافيك الموجود في الجهاز نفسه. خلينا اول جيم نجربها هي سبايدر مان 2، وهنا الجيم شغاله على الهاي سيتنجز وعلى 1080 بي، والفريم جنريشن والدي ال اس اس معمولين على البالانس، وهنا واصلين لافريج ما بين 70 ل 60 فريم بير سكند، ولكن اكيد طبعا الاداء ده مستحيل تقدر توصل له على اللينوفو ليجن جو لوحده. وتاني جيم طبعا هنجربها هي بلاك ميث ووكونج، وهنا الاداء مميز جدا مع الدي ال اس اس وواصله الفريمات ل 110 اف بي اس، الريزولوشن هنا على 1200 بي، والجرافيكس شغاله نيتف ومعظمها على الفيري هاي، واداء الجيم فعلا ممتاز جدا ومفيش فيه اي مشاكل خالص. اما هنا في سايبر بانك 2077 الاداء كمان ممتاز جدا، وكمان هنا هتلاقي معظم السيتنجز الموجوده ما بين الهاي تو الترا، وتقدر طبعا تقلل الريزولوشن او تزوده عشان تاخد البرفورمانس اللي يناسبك. اجهزه الهاند هيلد اللي هتشتغل مع الاكسترنال جي بي يو ده من خلال اليو اس بي 4 هو طبعا الليجن جو وكمان الام اس اي كلو. اما بالنسبه للاجهزه اللي مش هتشتغل عليه سواء على الايكلينك او اليو اس بي 4 هو الاوريجينال ار او جي الاي وكمان الستيم ديك، ولكن الار او جي الاي اكس هتلاقيه بيدعم اليو اس بي 4. خلينا نعرف في الكومنت ايه التجربه او المراجعه اللي انت محتاج تشوفها، وخلوني كمان اعرف ازاي ان انا اقدر اطور المحتوى بتاعي. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد.